إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وعباد الرحمن الذين يمشون على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة جالكم فيديو جديد، والنهاردة هشارك معاكم روتيني بقى اليومي. يعني اللي هو الروتين العادي، مش بقى تنظيفات وحاجات عميقة اوي كده، لا، روتين عادي خالص. بس قبل ما نبدأ الفيديو اتمنى منكم ان تحطوا لي لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش، وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم كل جديد بقدمه. معلش بنهج بس الفترة دي بدأ بقى النفس يضايقني وكده. المهم، اول حاجة، هنا بقى دي كانت فاكهة يعني وحاجات زي كده، حاجات يعني بسيطة. برتقان وكان موز وفراولة. المهم ابتدي بقى يعني وبطاطس، ابتدي احط كل الحاجات دي في المنظمات بتاعتها. انا كنت بجيب كنت بجيب المنظمات. ده كده كان يوسفندي. والفراولة، الفراولة يعني ما بجيبش منها كتير لان هي بتبوظ بسرعة بصراحة يعني. وانا بالنسبة لي انا اكتر حاجة بعملها فيها بعملها عصير. يعني ممكن اكلها بس مش كتير، يعني اكتر احب ان انا اعملها عصير وكده، فما بجيبش منها كتير عشان بس بتبوظ بصراحة بسرعة. المهم، هنا بقى، ده كده كان الموز. الموز من الحاجات طبعا انتوا عارفين ان هي بتتاكل وكده، يعني في الطبيعة حتى تلاقوا الاطفال بيحبوه وكبار بيحبوه. يعني هنا الموز مثلا، البرتقال ممكن هو اكتر حاجة. والموز بتاع الشتا بحسه حلو اوي كمان عن بتاع الصيف. هي كل في العموم الخضرة والحاجات دي، الفاكهة طبعا بتاع الصيف احلى، بس الخضرة بتبقى بتاع الشتا احلى. هنا بقى انا حطيتهم كده، دي الغطا اللي هو بتاع الحافظة بتاع التورته. ما كنتش عارفة احط البرتقال فين، يعني العلبة اللي انا بحط فيها ما اخدتهوش، فحطيت كده وحطيت الموز وحطيت اللي هو بيبقى زي الغطا ده عشان بيبقى عشان الناموس وكده. بس بصراحة يعني مفيش حاجة بتشيل الناموس عن الموز، فلو حد يعرف في حاجة قولولي بنعملها، لان الناموس بيبقى صعب اوي بصراحة اللي بيكون على الموز ده. وانا بالنسبة لي عندي حساسية اصلا، حساسية من الحشرات في الطبيعي، ف ما بقى يعني مبحبش اللي هو الناموس بقى، نمل حاجات من دي بتعب اوي منها. المهم، اذكر كم مرة قلنا المهم. دي كده الفراولة والبطاطس شلتها برضو. البطاطس طبعا بنستخدمها كتير، بالاخص في التحمير وكده، لان احنا في الشتا فاكيد يعني عارفين ان البطاطس بتحمر كتير قوي. وانا من الناس اللي بحب كمان البطاطس، يعني حتى في الطبيخ وكده بحبها قوي. نيجي بقى، هنا ما كنتش عارفه بصراحه هعمل ايه، وبعد كده طلعت بانيه وقلت اتبله، بس انا ما كنتش هعمل بانيه في العموم، بس قلت هتبله واشوف يعني مثلا ممكن اعمل بيه ايه او كده. ان انا بحب الفراخ، اي نوع فراخ مخليه انا بحبها. ما بحبش في الطبيعه الفراخ يعني ليها فيها عظم او كده تقليديه. فانا بحب الفراخ، يعني مثلا زي صدور الفراخ او البانيه. بحب اعمل يعني الاكلات اللي هي في العموم بالبانيه اكتر، او الصدور والحاجات دي، عكس الفراخ صحيحه وكده. فالمهم هنا بقى كان عندي نص كيلو بانيه. يعني تقريبا كنت بجيبه، او كنت مش عارفه كنت بعمل ايه. فالمهم هنا كان عندي، معلش على صوتي بجد ان انا الحمد لله، بس تعبانه شويه. انا عندي بقى نص بانيه كده، احط عليه بقى التوابل اللي عندي. انا حطيت فلفل اسود، وحطيت بهارات، وبصل بودر كان حتى اخر حبه، بس انا عشان ما كنتش هحط ميه بصل، كان
فلازم احط بصل بودر، لان انا بصراحة بحب قوي نكهة البصل طبعا في الفراخ وكده، وانا ما كنتش فعلا عارفة كمان هعملها ايه. وحطيت كمان كمون، وحطيت كزبرة ناشفة، وايه كمان. انا هنا يعني يعتبر بقيت معاكم الفيديو معلش، بس فعلا الفترة دي كمان مش قادرة بصراحة، والذاكرة عندي حلوة اوي الحمد لله. وحطيت كزبرة ناشفة، وحطيت بابريكا، كل حاجة كده حبة. وهنا حطيت حبة خل، واحط كمان حبة صويا صوص. انا بحبه جدا على الفراخ جدا، يعني من اكتر بصراحة الحاجات اللي انا بحبها قوي، بالنسبة لي ده لازم يتحط على الفراخ بالنسبة لي انا. واقلب بقى كل الكلام ده مع بعض، وحطيت حبة ملح كده، وبعد كده بصراحة بظبط الحياء بتاعها. أه انا بوريكم يعني ان انا اقلب كل ده مع بعض، وهركنه بقى على جنب، واشوف بقى يعني انا هعمله ايه. يعني انتوا انا عارفه انا عملته ايه بس يعني كنت بقول لكم انا اشوف ان انا يعني هعمله ايه وكده. بس ما كنتش هعمله بانيه يعني، يا اما كنت هعمله بانيه مشوي. بس انا قطعته في الاخر وعملته شاورما مصري، عملتهاش بقالي كتير جدا. بس انا بقى بعد ما سيبته يتبل بقى مع نفسه كذا ساعه كده، ورحت قطعته، قلت خلاص هعمل شاورما مصري. قطعت بقى بصل وفلفل وطماطم. هنا سبت الشاورما كده لحد ما اخدت لون، دخلت يعني على سوا. بعد كده نزلت بالبصل، هنا بصلايه يعني كبيره. البصل بيدي طعم حلو قوي قوي في الشاورما المصري، فعادي يعني لو حتى انت حابه كتري براحتك. وسبتها بقى البصل يدبل كده معاه، وفي الاخر خالص هحط الفلفل واديله تقليبه شويه، وبعد كده احط الطماطم، واشوف بقى لو التوابل ناقصه او كده. هنا سليم جه قعد هنا عشان كنت بعمل له عصير. طبعا انتوا عارفين الاطفال والكبار كلهم زي ما بقول لكم نفس الدور، فسليم اصلا لوحده منقنق كده فيعني عشان كده انا مقعده جنبي على الرخامه، بس طبعا مخليه بالي منه. أه المهم هنا بقى ببتدي كده اقطع كده كام واحده موز عشان احطهم على الفراوله. زي ما بقول لكم انا بجيب الفراوله بعملها عصير اكتر من انا يعني اكلها وكده، فبحسها في العصير افضل كتير كمان من هي تتاكل. انا ممكن اكلها في اول ما بتطلع خالص، يعني ابتدي اكلها يعني نفسي تروح لها واكلها في اول ما بتطلع. بعد كده بقى بحب اعملها زي ما انتوا شايفين كده عصير، وبقطع فيه موز. بحب جدا جدا العصير ده جدا. كمان لو عندك فاكهة تانية ممكن طبعا تحطيها، تفاح اناناس كده يعني. الفواكه دي بتبقى حلوة اوي، طعمها بيبقى حلو مع الفراولة وكده. هنا انا بجد انا بختفي في الفيديو فعلا معرفش انا بروح فين، بس تقريبا هنا كنت بكلم سليم او بقول له حاجة، او كنت بقلب الشاورما، لان في الوقت ده كنت سايباها طبعا على النار بتاخد سوا. هنا بقى جيت كملت قطعت موز تاني، وان سليم كان عايز يعمل معايا، فيا رب يبارك في ولادنا كلهم وما يوريناش فيهم اي حاجه وحشه، ويديم علينا الستر والصحه اهم حاجه. هنا بوريكم لون الشاورما عشان انا بديها لون شويه عشان تبقى فيها طعم الشوا، فاهمين قصدي. وهنا بقى جبت كايزر. في الاخر زي ما قلت لكم حطيت الفلفل وسبته يدبل شويه، بعد كده نزلت بالطماطم وسبتهم بقى ياخدوا يدوا كده مع بعض. وبشوف لو تابل حاسه طعمه ناقص شويه، في توابل ناقصه بظبط الملح كده. انا ما كنتش عملت شاورما مصري بقالي كتير، دايما بعملها سوري، بحب طبعا السوري جدا. فهنا بقى بصراحه كان نفسي انا رايحه لها فعملتها. المهم هنا بقى جبت كايزر وابتدي احشي السندوتشات.
عايزه اقولكم انه هو بيقطع كتير، يعني انا حشيت كل دول وفضل كمان حبه. فيعني الشاورما دي بتقطع اوي لو انتي كمان في الوقت اللي احنا فيه طبعا الاسعار وكده، فممكن تظبطي الدنيا يعني لو عندك كذا طفل، يعني ممكن تاكلوها بعيش اصلا. فبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. لو عجبك ما تنسيش تعملي بلايك وتشتركي